ازيكم؟ انا هاجر، فيديو جديد وقصة جديدة. صلوا على النبي ويلا نبدأ. بطلة حكايتنا بتقول: انا سنية، عمري 40 سنة، متجوزة وعندي ولدين، ولد في كلية، ولد عمره حوالي سنة. انا قعدت فترة كبيرة عقبال ما خلفت ابني التاني. انا قصتي غريبة لكن فعلا حصلت. سلفتي حرقت قلبي وعملت فيا اللي ما كنتش اتخيل ان هو يحصل في يوم من الايام. كنت قاعدة تحت عند حماتي بأكل ابني اللي عنده سنة. احنا قاعدين في بيت عيلة. دخلت وقتها سلفتي وقالت لي: والله يا سنية انا مش عارفالك، هو انت ما بتمشيش في البلد؟ مكسوفة من نفسك وانت شايلة ابنك ده على ايدك؟ بعد السنين دي كلها رحتي خلفتي لك حتة عيل مفعوص وابنك في الجامعة؟ قلت لها: ليه يا حبيبتي، هو حرام ولا ايه عشان تقولي لي الكلام ده؟ وخرجت حماتي وقالت لها: يا اختي الدور والباقي عليك انت، اللي مش عارفة تجيبي حتة عيل تفرحي بيه جوزك الغلبان ده اللي زيك يقعد ساكت وما يتكلمش. قالت لها: هو انت كل لما تشوفي وشي يا حماتي تقولي لي الكلمتين دول؟ انا مش فاهمه يعني. قالت لها: لا يا حبيبتي، بس لما تدخلي البيت هنا لازم تحترمي اللي فيه، انت سامعه ولا لا؟ قالت لها: ماشي يا حماتي. قال: بقولك، هو عماد ما كلمكيش؟ اصل هو بقاله يومين ما جاش البيت وانا ما اعرفش عنه حاجه. قالت لها: ايه يا بنت البرود اللي انت بتتكلمي بيه ده؟ وازاي جوزك بقاله يومين ما دخلش البيت وانت ما جيتيش تقولي ليه كده؟ انت ما عندكيش دم؟ وساعتها قلت له: ما انا هكلم رؤوف واقول له يطمن عليه. حماتي قالت لها: اكيد انت اللي نكدتي عليه، ما انا عارفاكي، انت ما بيجيش من وراكي غير الشر وبس، يرجع لي بس بالسلامه وانا هخليه يتجوز عليكي. قالت لها: انا واثقه ومتاكده ان جوزي بيحبني يا حماتي، ومش بكلمتك انت هيروح ويتجوز عليا. المهم بعدها كلمت رؤوف وفضلنا ندور عليه، ولما رجع رؤوف البيت قلت له: ها لقيت اخوك؟ قلت له: ها لقيت اخوك ولا لا؟ انت ما تعرفش امك قلقان عليه ازاي؟ قال لي: اطلعي دلوقتي حالا هاتيلي فلوس من الدولاب وما تخليش امي تاخد بالها من اي حاجه، ومش عايزه تعرف ان انا جيت اصلا. قلت له: طيب ما تطمني، عرفت حاجه عن عماد ولا لا؟ قال لي: عماد توفى. قلت له: ايه؟ قال لي: مش عايزك تتكلمي قدام امي ولا تقولي اي حاجه، انت عارفه ان امي عندها القلب وانا هعرفها بطريقتي. قلت له: ايوه، يعني انتوا لقيتوه فين ولا ايه اللي حصل معاه؟ قال لي: لقيناه قرب الترع، معرفش ايه اللي وداه هناك. قلت له: معقوله؟ ايه الكلام ده؟ ربنا يصبرك يا حماتي، والله انا مش عارفه اقول ايه ولا اعمل ايه، بس الجبله اللي فوق دي مش عارفه ازاي بارده كده. قال لي: بالله عليك يا سنيه، مش وقت الكلام ده خالص، اطلعي يلا وهاتيلي الفلوس لاني رايح المستشفى، وكمان صحي ابنك عمرو يجي معايا. قلت له: حاضر، طيب ماشي. وبعدها طلعت فعلا وصحيت ابني ونزل معايا. وبعدها نزلت بسمله وقالت لي: في ايه مالك قاعده كده ليه؟ زي ما يكون ميت لك ميت كده ليه؟ قلت لها: هقول لك حاجه بس مش عايزه اسمع صوتك خالص، عماد جوزك توفى، واكيد توفى من كتر النكد اللي انت عاملاه له ليل ونهار، حرام عليكي يا شيخه والله. وساعتها فضلت تصوت وتقول لي: عماد مين اللي مات؟ ايه الكلام ده؟ وبعدها خرجت حماتي. قلت لها: بس اسكتي، حرام عليكي، بعد اذنك يا حماتي ادخلي دلوقتي جوه. قالت لي: هو في ايه؟ البت دي بتقول ايه؟ ازاي ابن انا مات؟ انا مش فاهمه حاجه. قلت لها: منك لله يا بسمله. وساعتها حماتي انهارت ووقعت من طولها. حاولت افوقها ما عرفتش، طلبت الدكتور. المهم خلصت مراسم العزاء وكنت قاعدة أنا وجوزي في شقة حماتي. رؤوف قال لها: يا أمي الأعمار بيد الله وأنا مش عايزك تعملي في نفسك كده، ربنا يرحمه، ادعي له. قالت له: بس أنا مش عايزة اللي اسمها بسملة دي تعيش هنا ولا تقعد معايا في البيت هنا دقيقة واحدة، أنا عايزاك تمشيها من هنا. قال لها: الشرع والقانون يا أمي بيقولوا إن هي ليها في البيت ده، هي صحيح مش هيكون ليها كتير بس برضه ليها نصيب. قالت له: شوف لها نصيبها كام وادهولها فلوس وخليها تمشي من هنا، بقول لك مش عايزه اشوفها هنا تاني. قال لها: حاضر يا امي، هعملك اللي انت عايزاه. وبعدها طلع عند بسمله. قالت له: خير يا رؤوف؟ غريبه يعني، ايه اللي مطلعك هنا؟ ده انت ما كنتش بتعملها واخوك عايش، ايه مش خايف ثانيه تشوفك وتعمل لك مشكله؟ قال لها: ايه الكلام العبيط اللي انت بتقوليه ده؟ على العموم انا عارف انك واحده بتاعت مشاكل وامي ما غلطتش لما خدت القرار ده. قالت له: قرار ايه؟ قال لها: انك لازم تمشي من البيت هنا. قالت له: نعم نعم، وانت فاكر ان انا مختومه على قفايا ولا ايه؟ يعني انتوا لما تقولوا كده انا هسمع كلامكم؟ يعني انت لما تقول كده انا هسمع كلامكم وامشي فعلا؟ تبقى عبيط انت وامك، انا مستحيل اسيب شقتي لو عملتوا انت وامك، سمعت ولا لا؟ قال لها: بقولك ايه، انا بقول كلمتي دي مره واحده، انا هسيبك بس تقعدي في الشقه هنا لحد ما اجهز لك مكان تقعدي فيه، ونصيبك في البيت هديهولك عشان ما ظلمكيش، فاعملي حسابك برضاكي او غصب عنك هتسيبي البيت هنا، وخصوصا ان انتي مش معاكي عيل ولا حاجه، ونصيبك في البيت حاجه بسيطه قوي. ماشي يا حرام المرحوم. وساعتها سابها ونزل. قلت له: مالك يا حبيبي، ايه اللي حصل؟ شكلك متضايق، المخفيه اللي فوق دي قالت لك ايه مخليك عامل في نفسك كده؟ اتضايق وقال لي: سيبك منها، تشغليش بالك بيها. امال عمرو ابنك فين؟ من ساعه ما العزا خلص وانا ما شفتوش. قلت له: بالله عليك يا رؤوف
لا تزعق ولا تتكلم عشان خاطري. قال لي يبقى الأستاذ خرج. وانا كام مرة قلت مفيش خروج، ولا انا كلمتي ما بتتسمعش؟ طيب ماشي، لما يجيلي حاضر، وعلى الله يا ثانية تتدخلي، عشان ساعتها ما تلوميش الا نفسك. وراح سايبني ودخل الأوضة. المهم تاني يوم بسملة نزلت. حماتي قالت لها رايحة فين يا حلوة؟ هو انت ناسية ان جوزك لسه ميت ولا ايه؟ ولا انت مصدقتي يموت عشان تمشي على حل شعرك؟ بسملة اتضايقت وقالت لها ايه كلامك ده يا حماتي؟ انا مقدرة انك زعلانة على ابنك عشان كده مش هرد عليكي، وانا رايحة عند امي عشان تعبانة، ما تقلقيش هطمن عليها وارجع على طول، مسافة السكة يعني. قالت له مين قالك بقى يا اختي ان احنا عايزينك ترجعي؟ ولا انا حتى عايزة اشوف وشك تاني؟ لو عندك دم وبتحسي بصحيح خليكي عند امك. فضلت تنكدي على ابني لحد ما مات وهو صغير، ربنا ينتقم منك. قالت لها بقولك ايه يا حماتي، هو انت فاكرة لما تقولي الكلمتين دول هخاف وامشي واسيب لكم البيت؟ لا، يبقى ما تعرفيش بسملة كويس. وعلى العموم انا مش راضية ارد عليكي عشان ماليش مزاج. وسابتها ومشيت. حماتي اتغاظت وقالت والله ما هرتاح الا لما تمشي من البيت يا بسملة. كان يوم ما يعلم بيها الا ربنا لما اتجوزت ابني. المهم عمرو ابني جه وقال لي عاجبك اللي جوزك بيعمله ده؟ هو ناسي ان انا كبرت على اللي هو بيعمله معايا ده؟ انا ما بقتش صغير خلاص. قلت له اهدى يا ابني، ابوك اكيد ما يقصدش، كل الحكايه انه خايف عليك. الدنيا ما بقتش امان، وبالذات الشباب البايظ اللي مش عارفه مصلحتها، ما بقاش في اكتر منهم في الزمن ده يا ابني. وما تنساش ان عمك لسه ميت، وانت عارف هو متأثر قد ايه بفراقه ده. قال لي انا ماليش دعوه بكل ده، انا عايزه يفهم ان انا عارف الصح من الغلط، ومستحيل ان انا اعمل حاجه تضرني ولا حتى اخلي ثقته فيا تقل. بس بالطريقه اللي هو بيعاملني بيها دي هيخليني امشي في طريق انا مش حابب امشي فيه، وده هيكون بسبب اللي هو بيعمله معايا. المهم خلص كلامه وسابني ومشي قبل حتى ما اكمل كلامي معاه. وساعتها كانت جت بسمله، سمعتها وهي بتقول له ايه يا عمرو، كويس اني شفتك، تعالي عايزاك في حاجة ضروري. قال لها مش وقته، أنا مش فاضيلك دلوقتي، أنا فيا اللي مكفيني. مسكت إيده وأخدته وطلعت على شقتها. قالت له تعالى تعالى بس، أنا عارفة أنت فيك إيه، أنا كنت سامعة أبوك وهو عمال يزعق لك ويتخانق معاك. أنا مش فاهمة والله أبوك عامل كده ليه؟ المفروض يعرف إنك خلاص كبرت على حاجة زي دي. والله أمك دي كمان مش عارفة ساكتة على حاجة زي دي إزاي ومش بتتكلم معاه. قال لها بقولك إيه يا طنط، أنا مش حابب إنك تتكلمي عن أهلي بالشكل ده، وأمي وأبويا أكيد عارفين مصلحتي كويس، ويا ريت بدل ما أنت حاشرة نفسك معانا خليكي في حالك أحسن، بدل ما أنت شاغلة بالك بينا. شوفي لك مكان تاني، عشان تيتا مستحيل تخليكي في البيت ده. بسملة اتغاظت وقالت له مالك يا واد، شايف نفسك كده ليه؟ تصدق إن أنا اللي غلطانة؟ لما سمعت اللي حصل امبارح قلت روق عليك. قال له من امتى وانت بتهتمي بحد غير نفسك اصلا؟ من ساعه ما اتجوزتي عمي. وعلى العموم انا مش فاضيلك، ورايا حاجات اهم. وراح سايبها ومشي. طبعا ابني اللي حكالي كل ده. المهم نزلت عند حماتي تحت، لما بتلاقي الباب مفتوح بتفضل تنادي من بره، لو محدش رد عليها بتروح داخله على طول. محمد ابني الصغير كان نايم في الصاله وقتها، اخدته وطلعت على فوق وكلمت المحامي بتاعها عشان الهانم كانت عايزة تخطف ابني الصغير وتطلب فدية عشان تاخد فلوس أكتر، لأن نصيبها في البيت قليل جدا. والمحامي كمان قال لها إن هو عايز أتعاب، والمحامي بتاعها ده ذمته واسع وسمعته مش كويسة أبدا. المهم كلمته وقالت له إنها معاها الولد. قال لها بقولك إيه، أنا مش ينفع أجيلك النهاردة خالص، خليها بكرة. قالت له لا انت اكيد بتهزر، هو انت مش عارف ان الولد معايا ده عمال يصوت جامد قوي وانا مش عارفه اتصرف معاه خالص. قال لها اتصرفي بقى يا بسمله، انا مش عارفه اخلص الحاجات اللي ورايا وسيبيني في حالي دلوقتي. ابني فضل يصوت وهي راحت حطت ايديها على نفسه وكتمت نفسه وما خدتش بالها ان الولد بيطلع في الروح لحد ما ابني مات. ساعتها ابني عمرو كان طالع فوق السطح وبعدها نزل. قال لي ماما هو محمد بيعمل ايه في شقة بسملة؟ انا كنت سامعه من شوية عمال يصوت جامد قوي. قلت له بسملة؟ وهي بسملة هتاخد ابني عندها ليه؟ وبعدها طلعنا وقعدنا نخبط عليها، وطبعا هي ما كانتش عايزة تفتح. كسرنا الباب. قلت لها في ايه يا بسملة، انت واخده ابني عندك ليه؟ بيعمل ايه في شقتك هنا؟ قالت لي ابدا، انا كنت واخداه يقعد معايا شويه ومعرفش ايه اللي حصل له. ببص على ابني لقيت وشه ازرق ومش راضي يتحرك ابدا. جرينا بيه على المستشفى، وساعتها الدكتور قال للاسف الولد توفى لانه تعرض لخنق جامد جدا، وانا مضطر اني ابلغ البوليس. وساعتها انا انهارت وفضلت اعيط. قلت لها ليه تعملي في ابني كده، حرام عليكي، منك لله يا شيخ. وساعتها جه رؤوف جري من الشغل وقال ايه اللي حصل، في ايه، وانت ازاي تسيب ابنك كده؟ قلت له انا سيبته عند مامتك ومعرفش هي خدته ليه اصلا. طبعا هي كانت واقفه ساكته ومش بتنطق خالص، والبوليس اخدها وهناك اعترفت بكل حاجه، واتقبض كمان على يحيى المحامي بتاعها، وكان في مكالمات ما بينهم
متسجلة على تليفون بسملة، واتحكم عليهم هما الاتنين منهم لله، وأنا عايشة بوجع فراق ابني اللي ما كانش يعرف لسه أي شيء في الدنيا. عايشة حزينة على ابني الله يرحمه، كانت مستكتراه عليا، ربنا يرحمه ويصبر قلبي على فراقه. بس كده، وهي دي كانت قصتي. يلا نبدأ قصتنا التانية. بطلة حكايتنا بتقول أنا بسمة وأنا صغيرة ابن عمي كان بيحبني زي بنته وأكتر، لأنه كان أكبر مني بكتير. المهم كان لسه عريس جديد ونازل أجازة من ليبيا هو ومراته، وكانوا جايين يتفسحوا عندنا. المهم في يوم من الأيام كان عندنا في البيت وصمم إن هو ياخدني وهو مروح. كان عايز ياخدني معاه عند بيت عمتي اللي هم مأجرينه عشان أقعد معاهم كام يوم، بس بابا رفض. لكن هو مسكتش من كتر تعلقه بيا، وعشان بيحبني عايزني أقعد معاهم. جالنا نفس اليوم ونده على بابا من الشارع، وبابا طلعله، وساعتها قال لبابا نزل البنت يا خالي عشان افسحها مع مراتي وهرجعها لك تاني. وابويا فعلا وافق ونزلني واخدني انا ومراته وقعدنا على البحر وجاب لي ايس كريم وفسحني وجاب لي كل اللي انا عايزاه وخلاني اصورهم بالكاميرا بتاعته. ومع اني كنت صغيره قوي لكن حسيت ان مراته مش طايقاني، وكل ما كان يكلمني او يهتم بيا كانت بتقلب وشها عليا وعليه. وانا اخدت بالي لان كان عندي وقتها 10 سنين، بس وقتها قلت يمكن طنط متضايقه من حاجه، انا برضو ما كنتش فاهمه قوي. وبعد ما خلصنا الخروجه والمفروض يرجعني على البيت، لكن اتصل ببابا وقتها واتحايل عليه ان هو ياخدني عندهم اسبوع، وقال له ما تخافش عليها هشيلها في عيني. وبابا ساعتها وافق، واليوم ده انا روحت معاهم على البيت. وزي ما قلت لكم ان هو نزل اجازه مع اهله، يعني عمتي موجوده وعيالها كلهم مع بعض في نفس الشقه اللي هو نزل مع مراته فيها. ورحت عندهم وسلمت على بنات عمتي وعمتي كمان. المهم اتعشينا ونمت وقضيت معاهم يومين تمام وما كانش فيه أي حاجة خالص. وتالت يوم عمتي كانت نزلت راحت مشوار عشان تشتري شوية حاجات، وكانت اليوم ده هتتأخر. وأول ما نزلت من باب الشقة بناتها اتصلوا بواحدة صاحبتهم كانت ساكنة معاهم في العمارة. أنا بصراحة ما فهمتش أي حاجة من المكالمة، لكن كانوا ناويين يعملوا حاجة، بس إيه هي مش عارفة. لكن كانوا ناويين يعملوا حاجة، بس أنا معرفش هيعملوا إيه بالظبط، ولا إيه هي أصلا الحاجة اللي هتخلي عمتي تعمل مشكلة، لأن دي صاحبتهم عادي. لكن عمتي أنا أفتكر إنها كانت صعبة جدا وجبارة، والناس كلها بتعمل لها ألف حساب. ولأني كنت طفلة صغيرة ومش فاهمة اللي بيحصل، كان عندي فضول أعرف صاحبتهم دي جاية تعمل إيه. وفعلا جت، وأول ما جت لقيت بنات عمتي طلعوا يجروا وراحوا فتحوا لها الباب ودخلوا على المطبخ عشان يعملوا قهوة. قلت طيب وإيه المشكلة يعني في القهوة؟ لحد دلوقتي أنا مش فاهمة، دي قهوة يعني عادي، يعني هما مش بيشربوا حاجة حرام. المهم بعد ما خلصوا القهوة لقيتهم بيعملوا حاجة أنا كطفلة كنت أول مرة أشوفها. قلبوا الفناجين كلها وسكتوا. كان في صمت قاتل، لو رميت دبوس على الأرض كان هيرن، وكلهم مفيش حد فيهم بينطق. وأنا قعدت جنب صاحبتهم كانت مغمضة عينيها وبتقول حاجات غريبة قوي بس في سرها، وبتحرك شفايفها، وبصراحة ما كنتش عارفة هي بتقول إيه، بس شفايفها كانت بتتحرك. وساعتها حسيت إحساس غريب مع إني ما كنتش خايفة، لأني حتى مش فاهمة هو بيحصل إيه من أصله. بس اللي حسيته إن جسمي كله أشعر، وحسيت إن شعر راسي كله وقف، كله كان مغمض ما عدا أنا. وأول ما فتحوا عينيهم الإحساس ده راح، وكأنها كانت بتحضر جن أو خادم الله أعلم. وفتحت لكل واحدة الفنجان بتاعها، وجت عند فنجان بنت عمتي الكبيرة وقالت لها حاجة أنا منسيتهاش لحد دلوقتي. أول ما مسكت الفنجان بصيت لي أنا وشاورت عليا بصباعها وقالت لهم هي السبب. بنت عمتي سألتها، قالت لها السبب في إيه؟ قالت لها أخوكي النهاردة هيعمل مشكلة كبيرة جدا، والمشكلة دي هتبقى مع مراته، وهيكسر إزاز الباب بتاع الأوضة دي. وشاورت على الأوضة. قالت لها طيب والطفلة الصغيرة دي مالها بالموضوع؟ وساعتها عمتي اتصلت وقالت إنها جاية في الطريق وقربت توصل كمان. طلعوا يجروا كلهم، وصاحبتهم دي مشيت وغسلوا الفناجين ونشفوها وحطوها مكانها كأن مفيش حاجة حصلت. وعمتي جت ووراها على طول جبنا عمتي ومراته. وأول ما دخل هو ومراته دخلوا على أوضتهم، وشكله كان متعصب جدا ومتضايق قوي، ومراته كذلك، وكانت عمالة تنفخ وتبصلي باحتكار. ودخلوا أوضتهم، وبعد 5 دقايق بالظبط صوته عالي ولقيته بيزعق معاها جامد جدا. كان بيقول لها ازاي دي طفلة صغيرة والمفروض عقلك يبقى أكبر من كده، وكان بيزعق لها جامد جدا ومتعصب قوي منها. من كتر صوته العالي حطيت ايدي على وداني عشان كنت بخاف من الأصوات العالية، وفجأة
رزع الباب جامد جدا وكسر الإزاز بتاع الباب كله. وهنا بدأت أستوعب وافتكر كلام البنت اللي جت تقرا الفنجان لبنات عمتي أول ما الباب اتكسر، وبعدها سكتوا خالص ومفيش غير صوت مراته بس وهي بتعيط. رحت أنا كمان عيطت وقلت لهم أنا عايزة أروح. قالوا لي ما تخافيش مفيش حاجة، وفضلوا يهدوني شوية. وبنت عمتي طلعت له وقعدت معاه لوحدهم في الصالة، وكانوا بيتوشوشوا بس أنا كنت سامعاهم لأني كنت قريبة منهم جدا، بس ما كانوش أخدين بالهم مني ولا أخدين بالهم إن أنا سمعته وهو بيقول لها متضايقة من البنت الصغيرة وبتقولي أنت مهتم بيها أكتر مني، أنت جبتها ليه؟ جايبها عشان تفسحها ولا تفسحني أنا؟ ردت بنت عمتي عليه وقالت له معقولة متغاظة من طفلة صغيرة زي دي؟ خلاص لو على كده خليها تمشي. قال لها لا، أنا هخليها عندا فيها عشان تتعلم تكبر دماغها شوية. وساعتها كنت لسه رايحة عشان أقول له عايزة أروح. أول ما لمحني قال لي أنت إيه اللي جابك هنا؟ روحي اقعدي مع بنات عمتك. اتخضيت وطلعت أجري ورحت نمت، واليوم عدى على كده. المهم تاني يوم صحيت لقيتهم كلهم قاموا قبلي وأنا لوحدي في الأوضة ببص، وأول ما فتحت عيني لقيت مراته واقفة قدامي وكانت بصالي بصة مخيفة، وأنا كنت خايفة منها جدا لأنها كانت بتبرقلي قوي. قلت لها في إيه يا طنط؟ كنت أنا بتراش وخايفة منها جدا. فضلت واقفة ساكتة ومبرقالي حوالي دقيقتين ومشيت ومردتش عليا. وأول ما مشيت طلعت البنات عمتي جري، وانا بجري قالوا لي في ايه مالك بتجري ليه كده؟ وفضلوا يضحكوا عليا. بصيت لمرات ابن عمتي كده لقيتها بتبص لي وبرضه بتبرق لي جامد. قالت لي تعالي معايا نحط الفطار، ومسكتني من ايدي ودخلتني معاها المطبخ بالعافيه. واول ما دخلنا المطبخ بصيت لي وقالت لي لو ما مشيتيش من هنا هقتلك، ولو فتحتي بقك وقلتي ان انا قلتلك كده هقتلك برضه. انا عايزاكي تعيطي وتقولي انا عايزه اروح ومحدش يعرف اني قلتلك اي حاجه، انت فاهمة ولا لأ؟ قلت لها حاضر وانا مرعوبة منها. وادتني الأطباق اللي فيها الفطار وبدأت أطلعها، وانا قاعدة باكل معاهم فضلت تضحك لي وتهزر معايا ولا كأني في أي حاجة، لأ وكمان تأكلني بإيديها. وانا أصلا ما كنتش عايزة آكل وكانت نفسي مسدودة، بس كنت باكل من كتر خوفي منها. وفعلا بدأت أعيط وأقول أنا عايزة أروح، عايزة أشوف بابا وماما عشان وحشوني. لقيت ابن عمتي أخدني على رجله وقال لي هو أنت متضايقة من حاجة؟ حد ضايقك هنا؟ وراح باصص لمراته. بس أنا خفت وما قلتش أي حاجة. قلت له لأ بس ماما وحشتني وعايزة أشوفها، أنا عايزة ماما. قال لي يومين وهتروحي لماما، أنا لسه هفسحك وهجيب لك عروسة تلعبي بيها كمان. وبعدها نزل وجاب لي حاجات حلوة كتير، كل الحاجات تقريبا اللي أنا بحبها. قال لي خدي كل الحاجات دي ليكي انتي وما تعيطيش تاني. المهم دخلت الحمام وكنت بسيب باب الحمام مفتوح لأني كنت بخاف. دخلت عليا الحمام وقفلت الباب، وساعتها بدأت تقول كلام مش مفهوم، وكانت واقفة بصالي وإيديها الاتنين جنبها ومش بتتحرك أبدا، وكانت بتقول حاجات زي طلاسم. ولما صحيت لقيت نفسي في البيت عند بابا، ولحد دلوقتي معرفش الفترة دي راحت فين ولا حصل فيها ايه. بس اللي حصل لي بعدها ان شخصيتي اتغيرت جدا، وبقيت لما حد يضايقني بفضل اردد بنفس الكلام اللي كانت بتقوله لا اراديا على كل اللي بيضايقني. ومن بعدها بيحصل له مشكلة في حياته وحياتي أصبحت واقفة ومش بتقدم في أي حاجة، وكل ما يجيلي عريس أرفضه. وللعلم بقيت بقرا الفنجان كويس قوي من ساعة اللي حصل لي من البنت اللي كانت بتقرا الفنجان هي كمان. أمي ساعتها ودتني لشيخ وخافت يكون معمول لي عمل أو سحر، بس كل لما كانت توديني الشيخ يقول لها الله يسهل لكم حالكم وما يرضاش يعمل حاجة كأنه بيطردها. قريت الفنجان لكذا حد وكل حاجة كنت بقولها كانت بتحصل فعلا لحد ما عرفت إنه هو حرام. تنويه بس بسيط، أكيد قراية الفنجان حرام وده كفر والعياذ بالله. نكمل. المهم لحد ما عرفت إنه هو حرام وبطلت أعمل كده. ومرات ابن عمتي عرفنا بعد كده ما كانتش بتخلف، ووجودي كان عامل لها مشكلة، وبعدها اعترفت له على اللي هي عملته وساعتها طلقها. وبعد ما طلقها عملت له عمل خليته ينتحر. منها لله، أنا بكرهها قوي. بس كده، وهي دي كانت قصتي. انتهت حلقة النهاردة واستنونا في فيديو جديد. مع السلامة.